الشركة الوسخة بتاعت توشيبا بالعربي دي، ايه اللي انتوا عملتوه في النجم؟ ينفع كده؟ وبداية الحكاية ان الكائن اللي اسمه كروان مشاكل طلع امبارح عمل فيديو بيشتم في توشيبا العربي. بصوا معايا. الشركة الوسخة بتاعت توشيبا شرب العربي، يا شركة يا وسخة يا علم يا وسخة، التكييف بقاله 3 أسابيع ما تصلحش. فعلا ينفع كده؟ نجم كبير زي دوا التكييف بتاعه يقعد عليه اكتر من 3 اسابيع؟ طب يعمل ايه في اللايفات بتاعت التيك توك؟ يطلع يهبد ويهبل على الناس ازاي؟ هيتحر، وفي الحالة دي ممكن يتفقع لا مؤاخذة عنده ويمششه، وهو من غيرهم ما ينفعش يطلع. اسمعوا معايا. يا شركة يا وسخة يا توشيبا بالعربي، يا اللي ولا عندكم توشيبا بالعربي، كملوا. مبدأ ولا ضمير، كل شوية ولا بقى يصير تميير. قبل العيد 24 ساعة طلب مش عارف ايه، لا 48 ساعة 4 أيام ايه؟ ايه يا جدعان، انتوا مش واخدين بالكم انتوا بتتعاملوا مع اني كلاينت؟ ده كروان باشا مشاكل. بنت صلعت تكييف، معلش أصل الكباس وكم تاني يقولوا لك ايه؟ أصل الكباس وكم يا جماعه، انتوا بتتكلموا في ايه؟ لا اله الا، احنا في الشلاحات رسمي ومصحف، بس انتوا مش واخدين بالكم، احنا في غفله. فايز ومحدش واكلمهم ما بيردوش، وحاطين رقمنا على البلوك، يقولوا لك سيتم التواصل معك يوم 26. هو يا عيني معمول له بلوك، ما هو ما بيفهمش هقول ايه، بس لا اله الا الله. اسمعوا للاخر. اتعامل معاكم بشهرتي والله لا افضحكم. والله لا اتعامل معاكم بشهرتي، والله لا افضحكم. ان اللي زي كروان مشاكل وكم ومم والهبل اللي هو بيقوله، هو نجم وشايف ان هو كده غيب عيب. يعني شركه زي توشيبا العربي، الله يرحم الحاج محمود العربي والخير اللي كان بيعمله، شركه صرح من صروح الصناعه في مصر، حاجه فخر. واللي معروف اساسا ان شركه توشيبا احلى ما فيها خدمه ما بعد البيع. انا متاكد ان شركه توشيبا هتعرف تاخد حقها منه، لكن الحق المجتمعي بقى فين؟ وارجع اقول لكم، ما هو احنا اللي بقينا في الشلاحات بايدينا، احنا اللي عملنا في نفسنا كده، ونقعد احنا على قد ما نقدر نربي في اولادنا، واللي يجي اللي زي كروان مشاكل يلغي المواضيع كلها. ما هم بيشوف واحد زي ده وطالع لا شكل ولا لون ولا معنى ولا حروف ولا طريقه كلام ولا مواضيع، واللي زي ده يتشير له ويلحق ولايكات، وتلاقي لايفاته في كل حته، وترجعوا تقولوا ايه اللي بيحصل للمجتمع. عارفين ايه اللي بيحصل للمجتمع؟ احنا عندنا مشكله ان احنا مقسومين نصين، نص بيشجع الفسوق والفجور والهبل والنفاق المجتمعي وبيشير وبيقف في ظهرهم ويدفعهم، وحاجه في منتهى العجب. كبار بقى اللي عايزين يحافظوا على القيم يقول لك يا عيني، اخره يتفرج عليها ويتصعب مع نفسه، لكن لا ينشر قيم ولا حاجه، لكن يقعد يعيب على اللي احنا وصلنا له من تدين. كروان ده يا جماعه دخل بيلعب مع بدريه طلبه الفنانه جوله من الجولات اللي بيعملوها على التيك توك، وتنرفزوا على بعض، وبعد ما مشيت علّى صوته وعمل الصوت اللي هو بتاع الحمار، اللي هو انا من ادبي ما اقدرش اقول اسمه، انتوا فاهمين، على اللايف فل. وخلي بالكم مش هيصلح ربنا مننا غير لما نصلح من نفسنا، ندفع في الحاجات الجميله. لما تلاقي واحده ربة يتامى شيروا الفيديو بتاعها، لما تلاقي حد بيتكلم في القيم شير الفيديو بتاعه، لما تلاقي حد بيقدم معلومه مفيده شير الفيديو بتاعه. لكن ما تقعدوش بقى تقعدوا تشيروا اللي زي دول، وترجعوا على الحاجات التانية تقولوا يا ايام الزمن الجميل. الراجل بيقول لكم انا هتعامل معاكم بشهلتي، شهلته عملت له شهلته. واوعوا تفتكروا ان كهروان مشاكل عنده خلل عقلي، ولا ان هو عبيط، ولا ان هو معوج اللسان في كل الحروف. ده بيسوق الهبل على الشيطانه وجايبه معاه مشاهدات، ما يعيش ليه؟ ما هو انتوا اللي عملتوا فيه كده، انتوا اللي خليتوه. كمل يا كهروان هبل، واللي زيك واللي زيك واللي زيك، واللي يبقى نجم واللي نبص نلاقيه فجأة بيمثل، واللي بيتعمل معاه انترفيوهات، واللي بيطلع ترند. استفيقوا يرحمكم الله، انتوا بايديكوا اللي بتدعموا اللي زي دول، وانتوا اللي بايديكوا لما بتدعمش اي مثل حي اي شيء نظيف، بالتالي هو ده اللي بيظهر، والنظيف بيتخسف بالارض وبيفضل الوساخه على الوش. عرفتوا ليه بقينا في الشلاحات؟ ربنا يلطف بيا وبيكم بولادنا والاجيال اللي طالعه. ده امن قومي، الانسان المصري والسلوك المصري امن قومي، بس احنا اللي مش فايقين. السلام عليكم، تتمسوا بالعافيه.